سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزل شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا وتعاليقكم بخصوص الموضوع. الدوزي يرجح كفة دنيا باطمة على سلمى رشيد وابتسام تيسكات، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. وضعت الإعلامية شهرزاد عكرود الفنان عبد الحفيظ الدوزي في موقف محرج بعد طرحها سؤال حول الفنانة المغربية التي يفضلها خلال استضافتها له ببرنامج احكي لشهرزاد. وطلبت شهرزاد من الدوزي الاختيار بين كل من الفنانة دنيا باطمة وسلمى رشيد وابتسام تيسكات ليرفض القيام بالأمر، مؤكدا أنه يحترمهن كثيرا. وبعد إصرار الإعلامية على معرفة الجواب، صرح الدوزي أنه لم يلتقي تيسكات وعلاقته بسلمى رشيد لا تتعدى القيام بحفلات غنائية مشتركة، في حين أنه تعاون مع باطمة في عمل غنائي لم يرى النور، لكنه جعل علاقة احترام ومودة تجمع بينهما. كما أثنى الدوزي على صوت باطمة وحرفيتها وإتقانها لجميع الألوان الموسيقية سواء الطربية أو الشعبية أو الراي، واصفا إياها بالمدرسة. فكما سمعت أخوتي، فالفنان دوزي كان ضيف إحدى حلقات برنامج احكي لشهرزاد مع الإعلامية شهرزاد عكرود، اللي طلبت منه أنه يختار من بين الأصوات الصوت اللي كيعجبه دنيا باطمة أو سلمى رشيد أو ابتسام تيسكات، لكنه رفض. ولكن مع إصرار الإعلامية شهرزاد فهو اختار دنيا باطمة، وقال بأنها مدرسة لأنها كتتقن جميع الألوان سواء الطربية الشعبية أو الراي. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.